السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الخير على كل اخواتنا وحبايبنا ومتابعينا جوه مصر خارج مصر. صلوا على الرسول والأكلات الحلوة بتاع أم مصطفى فضلا وليس أمرا. واللي ما اشتركش في القناة بتاعتنا الجديدة دي يشرفنا اشتراكه ونورنا ويزودنا وربنا يجازيكم كل خير. أي حد دخل القناة واشترك ربنا يجازيكم خير ويجبر بخاطركم جميعا ويستركم دنيا وآخرة، اللهم آمين يا رب. كل اخواتنا في مصر وكل اخواتنا وحبايبنا خارج مصر. سموا بالله وصلوا على رسول الله حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا النهارده الفيديو من عند الفراخ البيضاء، وعمر الفراخ البيضاء النهارده 23 يوم. عمر الفراخ البيضاء النهارده 23 يوم ان شاء الله بامر الله. كل 5 ايام هوزن لكم عشان نحس بالفرق اكتر، يعني كل 5 ايام هوزن لكم عشان نحس بالفرق اكتر. فان شاء الله كلها يومين، يعني بكره 24 ويوم ال 25 هوزن لكم نشوف الوزن بتاع ال 20 يوم اللي مشي هنقارنه بالوزن بتاع ال 25 يوم. فان شاء الله بامر الله بامرك يا رب كلها بكره ونزل لكم العمر ال 25 يوم للفراخ البيضاء. طبعا هنشوف فضلات، طبعا بقى صعب ان احنا نشوف فضلات زي الاول كانت سهل الفضلات بنشوفها بسرعه. ليه يا ام مصطفى؟ شبكه تحضير ضيق وكانت الفضلات بتبان عليه بسرعه وكنت بوريها لكم كذا حاجه. دلوقتي لما بنلاقي فضلات يا دوبك واحده او يعني فضلات فرخه او فرختين بنقول الحمد لله، لان طبعا شبك التحضير ضيق والارضيات انتوا عارفين واسعه والفضلات بتنزل بسهوله جدا، فبنلاقي فضلات بنقول كويس ان احنا بنوريكم اي حاجه. صلوا على الرسول. وطبعا اعزكم الله فضلات اهي الطبيعي برضه اهي طبيعي فضلات كويسه جدا يا جماعه اهي، مفيش اي حاجه اهو. برضه خلاص دي هتنزل اهي في الارض، وهنا اهو كام حاجه اهي. كويس ان احنا لقينا حاجه نوريها لكم اهي برضه. اعزكم الله وهتوقعيها اعزكم الله. طبعا يعني المهم يا جماعه الفضلات كويسه، فضلات كذا حاجه وريناها لكم. الفضلات كويس، اهم حاجه الفضلات بتاعه الفراخ تاني وتالت ورابع لازم تخشوا تاكدوا على الفضلات. فضلات مهمه جدا 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 لو انت عايزه تعرفي ان الفرخ بتاعك كويس او مش كويس من الفضلات. الحمام بتاع الفراخ اللي هي الفضلات هي اللي هتحكم على السوا والخلطه اللي انت هتعمليها. لو انت داخله مثلا تعملي مثلا سقوه عسل وخميره وحلبه لزياده الوزن ولقيتي فيه اسهالات هتقفي مش هتعمليها. فعشان كده بنقول ناكد على الفضلات، لقينا لا قدر الله في رشح في برد، لو احنا في نيتنا نحط مثلا شويه كركم شويه حبه البركه ايا كان بقى اي اعشاب، هنغير الموضوع خالص ونعمل توم وبصل وليمون وخل في الكبه ونحطهم على العلف و5 سم والفنت على الميه. ده للبرد. الاسهالات هنقف عن اي حاجه تزود الاسهالات. هنجيب فلاجيل بشري من الصيدليه البشريه ونحط 5 سم على لتر ميه فلاجيل بشري شرب. وطبعا يا جماعه بقى ايه هنحط على العلف اللهم صل على النبي رز مطحون ونشا. صلوا على الرسول وما تنسوناش في اللايكات الحلوه بتاعتكم. وتعالوا بقى نشوف ايه اول حاجه هنعملها. احنا كنا حاطين مضاد سموم بصراحه، مش هنحط تاني مضاد سموم. لو في الاسبوع مرتين 3 تحطوا مضاد سموم يا جماعه عشان برضو ايه نحافظ على فراخنا او خل. فاحنا دلوقتي هنحط ميه بس فيها معلقه عسل، كل سقايه فيها معلقه عسل، فيها معلقه عسل. نحط بس الميه ونحط فيها العسل ونشوف هنعمل ايه على على العلف. اهم حاجه تصلوا على على رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. زي ما انتم شايفين حاطين عسل. كنت عايزه احط عسل امبارح وطلع ان فيه حصيله منفوخه زي ما انا اوريكم، فحطينا مضاد سموم. طبعا حطينا معلقه عسل وما بنكترش، رغم برضو ان الفضلات كويسه بس برضو ما نكتريش. في اسهالات ما تحطيش خالص لا حلبه ولا عسل ولا خميره. طبعا اللهم صل على زي ما انتم شايفين حطيت العلف في الجردل اهو، وحطيت نشا وحطيت حبه البركه وسمسم. نشا وحبه البركه وسمسم. جيت احط كركم، للامانه لقيت الكركم خلصان من عندي. ماشي. صلوا على الرسول. وهنقلب كل المكونات اللي انتم شايفينها دي ونحط للفراخ. اللهم صل عليك يا نبي. زي ما انتم شايفين قلبنا كل المكونات بتاعه الاعشاب وحطيناها على على العلف، وبسم الله ما شاء الله حطينا الميه والفراخ بتشرب واللي بياكل بياكل. وطبعا هنرجع ونقول احنا ما بنجوعش ولا بنجوع ولا بنعطش، لا صيف ولا شتاء، لا بنجوع ولا بنعطش. والناس اللي عايزه تجوع الفراخ مثلا عشان تغيير العلف، عشان مثلا عاملين سقوه مثلا، عشان في حاجه فيها اي مشكله في التنفسي او المعوي، او عاملين خلطه نفس الكلام مثلا علشان مثلا برضو التنفسي او المعوي،
ساعة. ما تزودوش يا جماعة عن ساعة، صدقوني غلط على الفراخ. الناس اللي بتجوع بالساعتين والتلاتة بيوقف تحويل الفراخ وبيأثر على الوزن بتاع الفراخ. فهتعملي الموضوع ده للظروف، للضرورة يبقى ساعة، مش على الفاضية والمليانة تجوعي فراخك أو تعطشيها، عشان بيأثر على التحويل والوزن. نصيحة من أخت لكم، أنا عمري ما عملت الموضوع ده إلا في لما للطوارئ للضرورة زي ما بقول لكم كده. سقوة خلطة وبتبقى ساعة، تغيير العلف مثلا وبتبقى ساعة، لا بزيد ولا بقل. هي ساعة واحدة، صيف شتاء هي ساعة واحدة. عندي الصيف زي الشتاء، وممكن أجوع في العلف بس في الصيف. يعني ممكن تعطشي وتجوعي في الشتاء الحاجتين، تعطشي أو تجوعي الاتنين ساعة. لكن بصراحة في الصيف يوم ما بجوع بس ما بشيلش المية خالص. ليه يا أم مصطفى؟ لأن المية في الصيف روح البني آدم وروح الطير، فما ينفعش في الصيف نعطش. ولا حتى حد يقول لي طب نص ساعة، طب ربع ساعة، لا. المية بتتحط قدام الطير ال 24 ساعة. عايزة تجوعي في الصيف، مش هقول لك لا، كده هما ما بياكلوش في الصيف وبيشربوا مية. لكن تعطشي في الصيف لا. عندك الشتاء صيف في الشتاء عطشي جوعي مش مشكلة، ساعة واحدة برضه. الجو يبقى ساعة والفرخ كده دفيان وواكل ودفيان ومش هيعطش أوي. الجو يبقى ساعة، يعطش ايه فين وفين لما بيشرب مية. ماشي، كلام مهم للي يسمع واللي يستفيد يا جماعة، عشان الناس اللي بتعطش وتجوع على الفاضية والمليانة. أنا كنت عايزة أجيب فلفل مطحون وأنا طالعة، بس برضه نسيت والله، بعد ما طلعت نسيت. كنت المفروض أحط فلفل مطحون النهاردة بس نسيت. مش مشكلة، احنا برضه الحصيلة لقيناها كويسة النهاردة، ويعني وفي كفاية مضاد، يعني مضاد السموم أصلا هو رقم واحد. فالحمد لله، وربنا يقضيها على خير كده ويعديها على خير الدورة دي. وإن شاء الله بأمر الله، بأمرك يا رب، لو ربنا عدى الدورة دي على خير بأمر الله، ربنا يستر علينا وعليكم يا رب، ويصلح حالنا وحالكم ويطعمنا ويطعمكم خير إن شاء الله بأمر الله. الدورة اللي هتبقى بعد دي إن شاء الله بأمر الله هتبقى دورة رمضان إن شاء الله بأمرك يا رب. إن كان لنا وعمر وأجل عندك، والدورة دي عدت على خير كده بأمرك وبمشيئتك، الدورة اللي بعدها هتبقى خلاص كده هي دورة رمضان يا جماعة. ماشي. الفراخ بصوا، الفراخ دي لو عطشانه ولا جعانه صدقوني ما كنتوش هتلاحقوا لا على سقيات ولا علافات. يعني لو احنا معطشين ومجوعين لا هتلاحقوا لا على سقيات ولا علافات. وفي الحاله دي بقى بيحصل مشكله. ايه المشكله؟ بيبقى في تفاوت في الاوزان. التعطيش الزياده والجوع الزياده بيبقى مش هتلاحقي لا على سقيات ولا علافات، وهيبقى في تفاوت في الاوزان، في الفرخ اللي هياكل وفي الفرخ اللي مش هياكل، وهتبقى مشكله عندك في المكان. تفاوت الاوزان ده بيجي من قله العلافات والسقايات، وان انت بتجوعي كمان فراخك وبتعطشيهم في نفس الوقت. المكان الضيق ده كله ده بيأثر على ايه؟ على الفراخ يا جماعه. ماشي. حبيت افيدكم باي حاجه، يا رب اكون قدمت لكم حاجه استفادوا منها واكون عند حسن ظنكم. اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد. بس بالله عليكم اللي شاهد الفيديو يسمي بالله ويصلي على رسول الله، يحط لنا اللايكات الحلوه فضلا وليس امرا، ويشترك عندنا في القناه، ويبقى جزاكم الله كل خير. اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.